كشفت صحيفة يونانية أن النادي الأهلي السعودي حدد مبلغا 9 ملايين يورو مقابل التنازل عن السنة الأخيرة من عقد لاعبه الفرنسي ماكسيمال لنادي أولمبياكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب الصحيفة اليونانية ذاتها فإن إدارة نادي أولمبياكوس أبدت اهتماما واضحا بضم اللاعب، لكنها تواجه صعوبات مالية كبيرة قد تعرقل الصفقة، خاصة فيما يتعلق براتب اللاعب المرتفع الذي يتقاضاه. ويحصل ماكسيمان مع الأهلي على راتبا سنويا يقدر ب7 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت. أبدى الفرنسي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي إعجابه الكبير بما يقدمه لاعب الوسط زياد الجهني. رينارد أكد أن ما حققه الجهني مع النادي الأهلي خلال الموسم المنصرم يبرهن على أنه يسير في الطريق الصحيح نحو أن يصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة الأخضر، قائلا: ما قدمه زياد الجهني مع الأهلي هذا الموسم كان مميزا للغاية، مشاركته بشكل أساسي مع فريقه أمر لا يستهان به، خصوصا أن ذلك لا يحدث بسهولة في الدوري السعودي. زياد يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله ليكون لاعبا مهما على مستوى المنتخب في المستقبل، وهو في مسار تطوري ممتاز، وإذا واصل على هذا النهج فسنكسب ركيزة فنية تضيف الكثير للفريق الوطني. أعلن الأهلي في بيان رسمي عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدير الرياضي الإنجليزي لكونجراتون، وهناك أسباب وراء هذا القرار، وهي خروج لكونجراتون يمنح دفعة معنوية للمدرب ماتياس ياسلا، لأنه كان يحاول إبعاده في يناير الماضي والصيف الحالي، إصراره على القيام بصفقات أجنبية فقط وعدم التعاقد مع لاعبين محليين أو التفاوض معهم. في عهده لم يبرم الفريق صفقات محلية قوية، علاقته لم تكن على ما يرام مع جماهير الأهلي خصوصا التي تتواجد دائما في المدرجات. كشف الإعلامي سامي القاضي أن المدرب الألماني ماتياس ياسلا سيصل مدينة جدة غدا الثلاثاء استعدادا لبدء تحضيرات النادي الأهلي للموسم الجديد، ومن المقرر أن تنطلق التدريبات التحضيرية للراقي في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل. وبعودة ياسلا يستأنف بطل آسيا مشواره الفني للموسم الجديد وسط تطلعات كبيرة من الجماهير التي تأمل في رؤية فريقه يقدم موسما استثنائيا، حيث أن الإدارة الأهلوية وضعت خطة إعداد دقيقة ستنطلق محليا في جدة قبل أن تتوجه البعثة إلى معسكر خارجي، على أن يتم خلالها اختبار جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا وتحديد احتياجات الفريق. وجه فراس البريكان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة طمأنينة للجماهير بعد ظهوره مشتكيا بآلام في الذراع أثر تدخل عنيف من قبل أحد لاعبي المكسيك. وقال البريكان في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: إصابتي بسيطة بإذن الله. كما أوضح مشعل العتيبي الصحفي بصحيفة الرياضة السعودية أن الأهلي أكد رغبته الكاملة في الحصول على ميسي في حال قدومه للدوري السعودي. وأضاف العتيبي أن مشاركة الأهلي القارية الموسم المقبل في دوري أبطال آسيا لابد أن تحمل اسما كبيرا، وميسي في حال قدومه للدوري يستحق الأهلي يتمسك بانضمام ميسي لفريقه بعدما نجح النصر في ضم كريستيانو رونالدو، والهلال في التعاقد مع نيمار، والاتحاد مع كريم بنزيما، وهم نجوم من الصف الأول.